بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. شايفين معانا ايه النهاردة؟ احنا معانا لانشون الفراخ بمكونات بسيطة جدا من البيت، مش هنجيب حاجة من بره، كل حاجات من البيت، وطعمه رهيب وريحته تحفة قوي وهتعجب ولادك. بصوا متماسك وجميل حلو قوي 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 بجد، يعني يعتبر اقتصادي. مش هتكلم، حاجات بسيطة جدا موجودة في البيت عندنا كلنا، وهيعجب ولادك قوي. نسمي بسم الله. أنا عندي كيلو صدور بتاعت فراخ، صدور مش في الوراك، وعندي 3 قطع جبنة نستو، وعندي 2 بيضة، وعندي معلقة كبيرة بابريكا، معلقة كبيرة توم باودر، بصل باودر، ودي معلقة صغيرة ملح، وعندي معلقة كمان كبيرة بهارات فراخ. بس كده تمام. هنبتدي بقى اللي احنا هنفرمها. عندي كبة، عندي ممكن اللي هو الخلاط العادي، اي حاجة عندك ممكن تفرمي بيها. المهم ان انا عايزة ايه، هفرم الصدور دي كويس جدا جدا، يعني هتاخد فترة كويسة. لو الكبة بتاعتك هتسخن منك تطفي شوية وتشغلي شوية، المهم انا عايزة المعجون يبقى ناعم يعني. انا هبتدي افرمها. هحط ايه هنا، هفرم الفراخ الاول لوحديها. تمام اهو كده. اهي يا جماعة بصوا، بدأت انها تتفرم معايا. في المرحلة دي بقى انا هبتدي اضيف لها بقى البهارات بتاعتي. اقولها تاني: معلقة كبيرة بهارات فراخ، معلقة كبيرة من توم باودر، بصل باودر، بابريكا، ومعلقة صغيرة ملح. يبقى بهارات فراخ، توم باودر، بصل باودر، وبابريكا، دول كده معلقة كبيرة، معلقة صغيرة ملح. بس يعني مفيش مكونات كتير. وهضيف كمان قطع الجبنة النستو. هنا هضيف 2 بياض بيضة، مش هحط الصفار، 2 بياض بيضة بس. هي هفصل البياض عن الصفار، وهبتدي ان انا اخلطهم تاني. يعني هو تقريبا هتاخد مني تقريبا كده 15 دقيقة ضرب على فكرة، لان لازم انعمها جدا جدا، لازم اخلط المكونات بتاعتها. انا في حاجة مكون كمان معايا هضيفه بس مش دلوقتي، لما ده يتخلط كويس. والبابريكا هنا بقى بتدي لون طبيعي للحاجة. هي بصوا، هي في المرحلة دي ضربتها كمان ضربتين. هبتدي ان انا اضيف بقى عندي، بصوا اهيت بدأت تتخلط. طبعا هو لسه، بس بقولك في المرحلة دي. وكل شوية افتحي وقلبي عشان كلها تنعم، مش الجزء اللي تحت بس اللي ينعم. كل شوية افتحي وقلبي عليها علشان كلها تنعم زي بعضها. يعني اصبري على، اديها حقها في الفرم، اصبري عليها يعني. بصوا حلوة قوي 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 قوي. انا بقى في المرحلة دي عندي كمان نص كوباية زيت، ده زيت ذرة او عباية زي ما انت حابة، بس ايه بلاش زيت تموين يعني. وعندي معلقتين نشا كبار، هدوبهم في قلب الزيت ده. مينفعش احط النشا كده، هتكلكع في قلب العجين ومش هتدخل فيه كله. فانا ادوبهم في قلب الزيت عشان لما اضيفهم على العجينة دي او على الخليط ده تدخل في قلبها كلها. وكمان مش هضيف كوباية الزيت دي مرة واحدة، لا انا هضيفها مراحل. حطيت النص، دي نص كوباية زيت يا حبايبي، نص بس. وهبتدي ان انا اضرب تاني ضربتين كده، وبعد كده هضيف بقية الزيت بالنشا. خلاص، يا رب تكونوا حفظتم. اقول لكم المقادير تاني: كيلو صدور، و2 بيضة، بياض بيضة، 3 قطع جبنة نستو، بهارات فراخ، توم باودر، بصل باودر، نص، ومعلقة صغيرة ملح. بصوا بقت ناعمة ازاي خالص اهي. هي ده بالظبط اللي انا عايزاه، ناعمة خالص. كل ما هتنعميها كل ما هيطلع معاكي النتيجة اكيد احسن. بس كده وخلاص. عندي بقى ورق فويل،
هحط عليه استرتش، ورق الاسترتش، وهبتدي ان انا ايه، هحط كده، هحط الخليط عليه. يبقى ده ورق استرتش وورق فويل. هحط نص كمية الخليط اللي عندي عليه كده، اضيفها النص بس عشان اقدر اتحكم في اللف بتاع. لو ضفتي الكمية دي كلها مش هتقدري تتحكمي، وتلاقيه طلع من الجناب وانت بتلفي، وهو بيستوي كمان ممكن يطلع منك. فانا هضيف كده. وكمان انا عندي بقى ايه، انا بحب احط في قلبيه فلفل اسود، طبعا لو مجروش يعني مش ناعم، مجروش. انت لو مش حابه ما تضيفيش يعني، انا حابه كده. هبتدي اخد الاسترتش لوحديه شايفين، وابتدي الفها علشان تاخد الشكل اللي هو الاسطواني اللي احنا بنشتري بيه اللانشون. هبتدي الف واساوي، واضغط يا جماعه. يعني هي الضغطه دي مهمه قوي عشان ما يطلعش منك بعد كده مفرول وفيه فتحات. هساوي كمان شكلها واضغط. بصوا انا بضغط من الجناب شايفينه، وبساوي الشكل عشان يطلع شكلها متساوي وما يطلعش فيها فراغات من جوه. او بضغط شايفين اهو، بضغط عليها كده وبلف. كمان مينفعش الف ايديا الاتنين في ناحيه واحده، لازم نبقى ناحيه عكس التانية عشان تبقوا عارفين يعني وانتوا بتلفوه، يبقى الاتنين عكس بعض. اهو هضغط والف. انا هعمل 2 ستريتش وورقه فويل واحده بس. اهي كده خدت الشكل اللي انا عايزاه. وهضغط تاني على قد ما اقدر اتحكم فيها. هربط الجناب دي شايفينها، انا هربط الجناب علشان ما يفكش مني. اهي هربط الجناب دي وهلفها في ورق استرتش مرة تانية كده. ومن هنا كمان هربطها، وجبت ورق استرتش تاني اهو، وهلفها مرة تانية في قلبيها. وبرضه هضغط وانا بعمل اخرج الهواء، احاول على قد ما اقدر اخرج الهواء اهو خلاص. وهربط برضو الجناب بتاعتها خلاص كده. هربط الجناب بتاعتها اهو. والله يا جماعة سهل جدا جدا، ومكوناته بسيطة، واكيد صحي اكتر من انت ما بتجيبيه من بره، ولا في مواد حافظة ولا في اي حاجة، وغير طعمه بجد الجبار. الف كمان في ورقة فويل، وبرضه هضغط عليها واحاول على قد ما اقدر برضه اضغط عشان تفضل واخدة الشكل اللانش اللي انت بتجيبيه من بره. بصوا بقى، دي اللفة دي تبقى عكس التانية زي اهو. بصوا عشان ما تفكش في المية وانت حطاها. انا ما سبتش حاجة خالص، كل حاجة عملتها معاكي اهيت. عندي بقى هنا انا هحط في صينية، مش هحط مية، مش هحط في حلة يعني، انا هحط صينية على البوتاجاز فيها مية بتغلي لغاية نصها. مش عايزة المية تبقى فوق، انا عايزة هحطها في نص المية بس، وهحطها نص ساعة على الاتجاه ده. بعد كده انا هلفها على الناحية التانية تاخد نص ساعة برضه، يعني هو هياخد ساعة على النار، نص من الاتجاه ده. بعد كده اقلبها هنا بعد ما طلعت اهيت، هسيبها ترتاح شوية تتهوى. وبعد كده ابتدي ان انا اخرطها. ما ينفعش تخرطيها وهي سخنة ابدا ابدا. اهي بصوا بقى عامل ازاي، اهي واخده شكل اللانشون. بصوا وخرطها. بصوا بصوا يا جماعه عامله ازاي، حلوه قوي قوي قوي، وريحتها احلى وطعمها اجمل بجد بجد. ولادك هيحبوها قوي.
الحاجة اللي بتتعمل في البيت والله يا جماعة بركة، فاعملوا بيتكوا يعني. اللي جواه طبعا دوت الفلفل الاسود، طبعا انا بحاول اقطع على قد ما اقدر بسكينة اهي. طبعا انت مش، لو قلتلك لو انت مش حابة الفلفل الاسود جواها شيليه، بس انا بحب اللانشون بالفلفل الاسود، بس حلو جدا 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 جدا.